بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. قبل ما ابدا الفيديو ان شاء الله هنبدا معاكم طبعا برج الدلو ان شاء الله باذن الله. بس يا ريت ما تنسوش بقى في اللايك بالله عليكم عشان اللايك بيرفع الفيديو. او اللي ما اشتركش يا ريت يشترك فضلا وليس امرا. نسمي الله ونبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا معاكم طبعا بالفنجان. اول حاجه برج الدلو ان شاء الله ان شاء الله تعالى عندك بسم الله ما شاء الله عليك. اليومين دول ما شاء الله عندك السكه كل الخط بتاعك كله مفتوح، يعني انت عندك طريقك كله ما شاء الله ما شاء الله عليه. يعني شوف انت عندك كام، شوف كام طريق مفتوح ليك اهو، كتير ما شاء الله. ممكن تكون خطوط ضيقه بس ربنا ان شاء الله يفرجها عليك باذن الله يا برج الدلو. بس انت اتفائل ان شاء الله خير، ايام الخير قادم باذن الله. وعندك كمان يا برج الدلو، بص انا هقولك على حاجة، يعني انت عندك كمان دايما يا برج الدلو دايما بيظهر لك دايما عين وحسد، يعني سبحان الله. يعني مش عارفة انت دايما منظور، يعني اهو شايفين تحت شوف العين كذا مرة تظهر لك العين في قاع الفنجان على طول ظاهرة لك، يعني سبحان الله. يعني ربنا يسامحهم، يعني مش عارفة اقول لكم ايه بجد. وغير كده كمان عندك يا برج الدلو، يعني انت دايما اهو بص في كمان عندك يعني هنا هو ظاهر لك اهو برضو ان انت برضو اهو زعلان، يعني في حاجة شاغلة بالك اهو، حط ايدك على دماغك، يعني انت يعني اليومين دول بتفكر كتير في حاجة مزعلاك او شايل هم حاجة، في حاجة مضايقاك. بتفكر فيها كتير اوي الايام ديت، يعني حاجة شاغلة بالك اوي يعني. ويعني ومضايقاك لدرجة ان انت مش طايق اي حد يكلمك خالص في الموضوع ده. بس وفي اللي هو اللي بس دايما معاك اهو. المشكلة دي بتدور بين ايه؟ بين اتنين معاك اهو، بس هي واحد وواحدة. تمام. المشكلة دي اهو انت قاعد مخنوق منهم، هما الاتنين دولت دايما ايه يعملوا لك ايه مشاكل اهو. المشكلة اللي دايرة بينكم اهي اللي انت شايل همها بين الاتنين دولت، واحدة وواحد. والواحدة دي واحدة محجبة، يعني ايه اللي هي منقبة. اي بس هي منقبة بالاسم بس. وعندك كمان يعني ان شاء الله كمان في خير اهو عندك برضو ما شاء الله خير اهوت عندك. ظهر لك برضو حاجات حلوة اهوت. في اللي هي ان شاء الله ان شاء الله برج الدلو، في ان شاء الله في منكم هيبقى في حد منكم حامل، يعني ان شاء الله ربنا يكرمه الايام اللي جايه دي ان شاء الله ببنوته باذن الله. الله اعلى واعلم ان شاء الله. اهو ظاهرة هي مرتين. اه ظهر لها حامل اهيت، وواحدة تانية مخلفة بنوتة اهي. ربنا يكرم ان شاء الله ويصلح حالكم جميعا. وعندك كمان يا برج الدلو بص، في عندكم في بعض منكم مش كلكم، او في حاجة اهو. هي برضو نفس ان في حاجة ان انت والشريك الحمد لله الايام ديت في هدوء في استقرار في عيشة يعني الحمد لله ان انت والشريك كويسين مع بعض، ما فيش مشاكل ولا اي حاجة، كويسين الحمد لله. يعني في حياة مطمئنة في تفاهم الايام دي، ربنا يسترها عليكم ان شاء الله. بس انت عندك برج ده زي ما انا قلت لك كذا مرة اهو بيظهر لك ان انت دايما في مشاكل. او بس اكتر المشاكل دلوقتي في مشكلة تانية برضه هي هتضر. ربنا يستر يا رب ان شاء الله. بينك وبين يعني مش هتبقى بينك انت بقى الدور ده، في مشكلة تانية اللي هي الاولاد في البيت، زي ما تقول انت في بيت عيلة او في حاجة في مشكلة بينك وبين سلفتك او سلفك اهوت. ان في مشاكل بينك وبين هتبقى بين الاطفال، يعني تبقى المشكلة دي هتضر لا قدر الله بينك وبين يعني الاطفال، مش الكبار الدور ده اهو. وعندك كمان ما شاء الله يعني بص بس المشكله اللي هي بينك وبين الاطفال دي كمان هي هتبقى مشكله في حد بتلكك لك، يعني هي في تلكيك في الموضوع ده، عايزه تعمل لك اي مشكله اهو. شايف الاطفال اهو، اتنين تلاته اهو الرابعه. ان في حتى في دماغها هي عايزه تعمل ولا تعمل اي مشكله عشان ايه؟ غيرانه منك، يعني بمعنى صح في غيره وحقد في الموضوع ده. بس ربنا يطلعك منها على خير ان شاء الله. فانت تفائل خير باذن الله يا برج الدلو ان شاء الله تعالى.
انت ربنا بينقذك من كل ورطة وورطة، وانت مفيش فايدة فيك. وعندك برضو هو في ناس بتحضر، يعني في ناس بحاول اللي هم ايه تحت اهو. في آه بعض منكم برضو عنده مس عشق يعني، يعني مش كله. يعني بالنسبة لذكر الدلو ان شاء الله اهو عنده، في بعض منكم عنده مس عشق. بس المشكلة ان انت لازم يعني تحاول تطلع من، يعني بيحصل لك حاجات غريبة اوي الايام دي يا برج الدلو. بيحصل لك حاجة ان دايما يقعدوا يبصوا لك، يعني الحاجة ديت عايزة تخليك تعمل، انت مثلا خاطب او متجوز تعمل حاجات عكس اللي انت عاوزها. يعني ايه؟ يعني بتعمل لك مشاكل، مسبب لك مشاكل الايام دي اهي. تحت في القاع خالص اهي، شايفينها اهي تحت صباعي. فربنا يستر ان شاء الله. فحاول ان انت تحصن نفسك يا برج الدلو. ده بالنسبه للفنجان. هنجيب الطبق بقى. طبقك اهو برضو يا برج الدلو اهوت، في برضو اهوت ظاهر عندك في بعض منكم بيبكي اهو، في دموع عندك يا برج الدلو. بعد منكم حزين وكئيب قاعد يفكر برضو نفس النظام، بيفكر في الماضي دايما، بتفكروا في الماضي. فكروا دايما، بتنكدوا على نفسكم دايما، يعني بتفتكروا اللي هم الاموات، الله يرحمهم يا رب. بس انتوا دايما بتحبوا تنكدوا على نفسكم، يعني ازاي يعني؟ الله يرحمهم جميعا. بس لازم انت ما يجنك تفكر في الماضي، حاول تبص لقدام عشان ربنا يكرمك ان شاء الله. وعندك كمان اهوت بص، انا طبعا قايله لكم كذا مره ان انتوا دايما محسودين، دايما العين عليكم، دايما اللي الناس شايفاكوا ان انتوا ايه، آه مش عارفه يعني، باصين لحياتكم، مع ان انتوا رزقكم ممكن يكون البعض منكم اكتركم يعني، الحمد لله على، يعني اكتركم يعني ماديا، مش ما يعني الحمد لله مستوره، يعني الحمد لله ربنا يعدها على خير. بس انتوا دايما اهو بصوا ده العين، ودايما تعبين ظاهره لكم على طول، الحنشات والتعب، تعبين داخلالكوا دايما في الطبق على طول، داخلالكوا دايما في فنجانكم، دايما مش سايبينكم في حالكم، دايما قاعدين للنقار والفقر. وبرضه عندكم برضه اهوت دايما بيظهر لكم برضه اكتر الوقت، بيظهر لكم دايما محكمة. يعني في عندكم في ناس كان في طار، يعني مش طار اللي هو ايه، في كان في قضية يعني، وكنت مظلوم في القضية ديت، بس ربنا ان شاء الله يجيب لك حقك بإذن الله اهو. بس انت حاول تبقى يا برج الدلو انت مش راضي على نفسك، يعني انت بتعمل اكتر، بعد ممكن برضه بيعمل ذنوب، دايما في علاقة محرمة، يعني دايما ان برج الدلو دايما، يعني معلش يعني انت عندكوا علاقة مش يعني مش حلال، يعني محرمة، اللي هي العلاقة الثلاثية يعني. حاول تبعد عن العلاقات ديت، لان ده هتفسد حياتك وبيتك هيتخرب، وانت مش هتكسب اي حاجة يا برج الدلو. تمام. وعندك كمان اللهم صل على النبي، عندك كمان ايه، انت طبعا النهارده مش ظاهر لك حروف خالص، مش عارفة ليه، يعني انت مفيش اي ظهور لحروف ليك خالص يا برج الدلو. انت يعني معنى اصح ان في علاقة عاطفية مستقرة ان شاء الله. فده بالنسبة للفنجان. فنجانك جميل النهاردة ما شاء الله برج الدلو، بس انت دايما منظور بس، خلي بالك من نفسك. وكده البرج خلص معانا برج الدلو. يا ريت ما تنسوش بس في اللايك بالله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.